السلام عليكم حبيباتي، صباح النور، صباح الياسمين، صباح الكلام الزين عليكم حبيباتي. نهاركم مبروك ومسعود ان شاء الله. قبل ما نبداو هذا الفيديو تاع نهار اليوم، نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما معرفة نبدا لكم فيديوهات ديالي بمقولة ناس الزمان اللي هما عزاز عليا. الله غالب اليوم ما قدرتش، قررت باش نفكركم ونفكر روحي. وندعو لخاوتنا اللي راهم في سوريا، اللي راهم في تركيا. راكم شفتوا المحنة اللي راهم فيها، محنة كبيرة. الله يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ومرضاهم، ان شاء الله ربي يشافيهم من عنده يا رب. وهذا كامل مع علامات قرب الساعة، احنا اللي لازم ندو موعظة وندو نتقوا ربي سبحانه ونطيعوه. كنا قادرين نكونوا في محلهم لولا لطف الله كما يقولوا بينا. انا نقول لولادي، نقول لهم ادعوا لهم ربي يكون معاهم وحمدوا ربي على النعمة اللي رانا فيها، كل حاجة نحمدوا عليها ربي سبحانه. ونجوز لكم بنتي هاي تهدر معكم. صباح الخير عليكم يا العذرات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. حنا رانا ملاح الحمد لله. دونك جيناكم اليوم فيديو روتين شباب، يعني جينا نحفزوكم كيما توجور ماما تقول لكم. روتين تاع صباحي كونسيرنو الدوش السياق وغسيل اكسيتيرا. و اون اتوندون الفيديو راهو يجوز. حبيت نحكي لكم حكايه تاع بكري. بون هي منها اللي جا المثل تاع اللي فاتك بليله فاتك بحيله. نحكيها لكم وقولوا لي رايكم في لي كومونتير، اسكو عجبتكم ولا لا. وقبل ما نحكي لكم الحكايه البنات، جو فوز انفيت تقعدوا معنا حتى لا فان تاع لا فيديو، باسكو كيما ما فتقول لكم ماما فيه من كل فن شويه، فيه طياب حلويات وروتينات تحفيزيه اكسيتيرا. دونك نبداو على بركه الله. يحكي الناس بكري على عروسه جا مكتوبها في دار عيله كبيره. كانوا كامل يسكنوا في دار وحده، والطفله كانت هي الكنه صغيره في هذيك الدار. كانت صغيره شابه ظريفه ولطيفه، والخبث مازال ما دخل لراسها. كانت نظيفة ومعروفة بشطارتها، والضحكة عمرها ما تفارق وجهها. وروح يا زمان جا 6 شهور الوالا من زواجها بخير وعلى خير. بصح الوساتها والناس اللي كانوا عايشين معها في الدار ما حملوش طيبتها وحب الناس كامل ليها. دونك قرروا باش يدوروا عليها. واحد النهار راجلها رجع من الخدمة ولقى مرتو تبكي وحالتها حالة مسكينة. قالها واش بيك، واش صرا؟ قالت له داركم يكرهوني قد ما انا نسكت راهم يحقروني كتر وكتر. قالها راجلها ما ديريش عليهم، الغيره برك راهي دير لهم هكذا، على خاطر انت صغيره فيهم وش راح لك فيهم. قعدت هذيك الطفله وكتمدها في قلبها، بصح هما ما خلاوهاش وزادوا تمداو كتر وكتر. سورتو كي شافوها ساكته وصابره مسكينه، وكي زادوا عرفوا باللي راهي تتوحم زادوا هبلوا عليها كتر وكتر مسكينه. حتى هبلوها ولات يقولوا لها هي هما كلمه وهي ترجع لهم زوج. واحد النهار راجلها رجع من الخدمه، وكي كان مولي للدار سمع صوت مرته من طرف الزنقه تعيط وتبكي. وكي دخل لقاها الدور وحدها في وسط الدار وعينيها حموره من البكا وتترعد. كي سقساها قالها ما تقولي ليش راني مظلومه، راني سمعت غير صوتك انتيا من بعيد. وبقات هذيك العروسه هي البنات على هذيك الحاله مذباله ومسفاره، ولات حزينه، وهذيك الضحكه اللي ما كانتش تفارقها راحت عليها بعد ما كانت مظلومه، رجعوها هي الظالمه. واحد النهار طلعت هذيك العروسه للسطح وقعدت تبكي وحدها، وشافتها الجاره وقالت لها انا نعرفهم مليح هاد العائله، وعلى بالي ماشي سهلين، اسمعيني مليح يا بنتي وديري واش راح نقول لك، راكي بروحين ولازم عليك تسيسي روحك. قالت لها يا بنتي دار الحمات ماشي كيما دار والديك، من اليوم ديري كيما كانوا يقولوا ناس زمان، اللي تحب تكويه اسكت عليه وخليه، وديري روحك طرشه، ما سمعتي ما ريتي وما شفتيني ما ريتيني. هبطت هذيك الطفله مسطح تغني وفرحانه. وروح يا زمان بقات هذيك الطفله شاده في نصيحه الجاره، وهما تهامزوا وتغامزوا ورماو الكلام والمعاني عليها، وهي ما تجاوب ما ترد. وكي شافوها على هذاك الحال هبلوا ولاو يعيطوا ويضربوا معها على اتفه الاسباب، وصوتهم هما اللي ولا يتسمع من طرف الزنقه. حتى راجلها فاق واش كانوا يديروا لمرتو، وندم اللي ما امنهاش. وواحد النهار ولا من الخدمه وبقى يتصنت عليهم من الباب كي كانوا يعيطوا عليها. راح لمرتو قالها يا مرايك راكي بخير؟ لقاها ساكته وتضحك، قالت له لا 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 بس بخير ونتايا. سكت هذاك الراجل وقال لها واش دير روحك، انا رايحين دارنا جديده وسمحي لي كي ما امنتكش هذا شحال. وراحت تجري من الفرحه لهذيك جارتها باش تبشرها، وفرحت لها بزاف وقالت لها اللي فايتك بليله فايتك بحيله يا بنتي. شتو الناس زمان كيفاش كان عندهم الامثال وكان كلامهم كامل موزون ما شاء الله، والله ماشي كيما دوكا ما باليش، كان عندهم شغم في هضرتهم في كلامهم، كان كلامهم كامل صواب. وكان هذا يعاون هذا واللي مظلوم يعاونوه ويوقفوا معاه. ويعني ما شاء الله ويا سعدهم اللي كانوا عايشين في هذيك ليبوك تاع بكري. فوالا الحمد لله، وحنا رانا نقينا الدوش تاعنا كيما راكم تشوفوا.
بعد ما نشفنا الحالة وسيقناها كامل، هذه هي الريزولتا فينال. ودوكا نروحو للوبيا. حبينا نشاركو معاكم واش درنا فطور تاع نهار اليوم. وكيما ما فنقول لكم حبيباتي، قال لك مزيان النقير وكان يبقى، مزيان الراجل يدخل بالنفقه، ومزيان المراه اللي في دارها تبقى. هذه هي احنا مقوله تاع زمان مازال نكملوا فيهم. وراكم تشوفوا ديك الحكايه تاع بنتي تاع اليوم، شفتوا شحال شابه، ان شاء الله تنال اعجابكم. وهنا رجعنا الفطور، وجبه تاع الفطور بعد اللي كملنا ونقينا دارنا فحفحناها. الله الله، والله غير تمسي في ذاك الماء ويطلع لك المورال كيما موالفين. هذه روتينات تاع نهار تاع اياماتنا كل يوم. راكم تشوفوا راني نوجد معكم في الوجبه تاع الفطور. درنا اليوم فطور لوبيا مع خبز المطلوع، الله الله سخون، مع وقت البروده كما راكم عارفين. حبينا نشاركوا معكم وصفه تاعنا تاع الفطور، ولا واش وجدنا نحطوا معكم. هنا كنت درت شويه دجاج باش كتب ربي كما راكم شفتوا، حطيت معاهم هكا قطعت البصل جناح، هكا جناحتين، حنا نقولوا البصل جناحتين قطعناه وانا نحطوا له في الطوماط عشان نحل منها القشور ودير تبقى فيها شويه. معليش قطعتها مربعات، درت لي زيبيس، فلفل اكري كيما موالفين نقول لكم، راس الحانوت، فلفل الكحل، الملح وشويه زيت. وهنا اللي نغلي في انا مرفه ديفا نديرها هكاك، ونخرج لا كوكو تاعي نعاود نرجع فيها اللوبيا باللاصوص. وكيما اليوم لا غليتها شويه، نحيت من هذيك البيوضيه، نقول لكم هذيك البيوضيه يدير لي غاز كيما راكم عارفين. وكاين البنات اللي ما يعرفوش حنا نورو لهم. هنا كيما راكم تشوفوا بعد اللي مرقت شويه، ما تكثريش المرقه خاطش الطوماطيش والبصل كيما راكم عارفين يتلقوا هذاك لاصوص تاعهم هذيك. راني نصفي فيها هنايا، طابت لي غير شويه، نحات من هذيك هذيك البيوضيه كيما قلت لكم فيها. وهنايا نرجعها فيها في لاكوكوط ديالي. وبعدها مرقت وغلقت عليها واحد نص ساعه ولا كيما شفتوا هنايا. انا صورت ما صورتش لي فوتو كيما بغيت نقول لكم. وهذه غراتا بنتي دير فيها، هنايا داروها مع اللوبيا. كان وليدي يطلبها من وليدي الكبير، قال لها ديري لي غراتا هذيك تاع البيشاميل كيما صورتها معكم من قبل. راهي توجد له فيها هنايا. انا هنايا بنتي دائما راكم عارفين لي فخيت كي تقلي معاها راس فلفل حار تجي بنينه. راهي توجد له فيها غلات البطاطا هنايا من التحت. وكما شفتوا قبيله قطعت هنا درت فوقها فخوماج، وقطعت هنايا بصل وشويه دجاج مقصو تاع دجاجه من الصغار كما راكم يبانوا لكم في الصوره، ومع شويه فلفل خضر قطعته ثاني صغير، غلاتهم مليح في المقله. وراكم تشوفوا هنايا زاد ضفت عليها درت شويه فخوماج، وضفت عليها لا بيشاميل هنايا وخليتها تطيب. واللوبيا تاعنا ثنا يطيب هنايا، درتها هذيك في الفوق والاخرى يطيب في لاكوكوط. هنا نعاودو نرجعو للوصفه تاع الخبز تاعنا. انا بديت بالخبز هو الاول، هما خلاو لي هو في الاخر في لي فيديو كيما انا بديت بالخبز. هنايا درت شويه، انا كان نورمالمون ديري سميد تاع سميد رطب. انايا هنايا كان عندي سميد متوسط اللي كان باقي لي، ولا درتو لوليداتي للفطور. وجيتو هنايا درت وحده سميد كيما شفتوها. انا حبيت ندير غير شويه برك، والله جايني الله يبارك شحال من خبزه، وقيلا 5 ولا 5 وي. 4 ووحده صغيره وقيلا 5. وهنايا كيما راكم تشوفوا اخواتي، حبيت نعاود لكم كامل الوصفات. ديري عبر تاع كيله تاع سميد كيما قلت لكم، سميد متوسط، تكوني عندك رطب ديري رطب خير. ديري 2 مغارف تاع زيت ولا 2 مغارف ونص، انا درت 2 مغارف ونص. مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره، مغرفه تاع السكر، ودرت مغرفه تاع خل. ودرت هنا عبر ونص تاع ماء، العبر اللي عبرت به السميد عبرت به الماء. وراكم تشوفوا راني ضربته بيا، ماشي ضربيه حتى 5 دقائق ولا حتى تقعدي حتى 5 دقائق 10 دقائق انت تضربي فيه في بالبرا تاعك ببرا ميكسور، هذا المطلوع تاع الميكسور كيما نقولوا. وهنا بعد لي كانت ريحت شويه خليتها واحد 10 دقائق بلا غطيتها وخليتها. راكم تشوفوا الفقاعات اللي صبتهم الله يبارك الداخل. ضيفي الزرارع تاعك انت واش تكوني عندك زرارع، درت هنايا سانوج وحبه حلاوه. وضفت ثاني الملح تاعي، انت واش تحبين الملح، درت مغرفه. وتولي تلمي فيه بالفرينه عادي ولا غتوجدي فيه وقفه. راكم تشوفوا هنايا ضفت ثاني تبقاي تزيدي الفرينه تاعك. ولا هذا الخبز تقوني اخواتي جربيه ان شاء الله قبل سيدنا رمضان. ماشي في وقت رمضان الواحد يولي يجرب. وهنا تبقاي تلمي فيه بالفرينه كما قلت لكم، لمي خليه شويه جاري ما تخليش ناشف. هو شتو المطلوع قد ما تخليه مطلوق شويه يجيك بنين ويجي خفيف من الداخل. وهنايا كما كنت خليته اختمر 10 دقائق ثاني، غطيته خليته اختمر. راني درت شويه زيت في يدي راني نقرص فيه، ولا غير باش نقول لكم جا من أروع ما يكون، ولا غير واحد المطلوع وساهل ساهل. ولا انا في دقيقه حطيته ثمثم وجد لوليداتي وفطروا به، قالوا لي ماما ولي ديري لنا هذا ماش ديري لنا هذاك تاع راكم تشوفوا والله ما خليته اختمر بزاف وجاني ثاني شباب. ولا غطيته ثمثم واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه وراني نطيب فيه كيما راكم تشوفوا. كل واحد وين يحب يطيب، انا عندي طاجين تاع الطين
وشوفوا أخواتي والله غير جا من أروع ما يكون كيما ما فنقول لكم، أنا نقول نحبس الخبز والله غير كي نشوف خبز كيما هاكا زعما ندير في الريجيم، ني ريجيم ني والو، شوفوا كيفاه ينطوى والله ويقعد لك الغدوة من داك حتى وانا ما خلاو منه والو، بصح موالفة نجربو كي يبقى لك غدا من داك يبقى كيما هو، والله غير إن شاء الله تجربوا أخواتي ونال إعجابكم. ووصفات ساهلين هل النساء اللي يكونوا خدامات ولا تقدر ديروا ثمثم تجي في الدار شوفوا كيف راه تقولي مسكوتشو ماشي خبز. وهذا هي طاولتي المتواضعة كما نقول لكم جات واحد اللوبيا كيما راكم تشوفوا والله العسل تعرفوا شنو هو العسل عسل كيما هي. وهذه الكغاتا تاعي تاع وليدي كيما طلبها من اختو ومع سلاطة وهذا خبزنا البنين كيما ما نقول لكم. ان شاء الله تجربوه كامل. هذه اللوبيا تاعنا ديرها شويه كمون مع قطره تاع خل، انا مع تاني نديرها الخل كي نعود ناكلها شوف الله يبارك كيف جات بنينه وحويره. ولا هذه وصفه تاع الشتاء واش وجدنا نهار اليوم روتين تاع الصباح درنا وجدنا الفطور. وهذه الكغاتا ثاني جربتها معكم جات بنينه مع راكم عارفين خبز المطلع كل حاجه تجي شابه معاه. ونقول لكم ان شاء الله شهيتكم في الجنه وتبعوا كلامي كما موالفه نقول لكم لا غتستفادوا واحد كيتبع الوصفه مليح من الاول تستفادوا منها. وانا سورتو الخبز تاع المطلوع حبيت تجربوه قبل ما يجي سيدنا رمضان ان شاء الله. ولا فريمون جا شباب باش نقول لكم بصحتكم ان شاء الله اذا جربتوه. نعاودوا نرجعوا الوصفه الحلوه كما موالفه نقول لكم الله يحل اياماتكم ان شاء الله. دونك جربوا معكم الوصفه تاع خبز الباي ولا خبز تونس باسكو ديجا الاولانيه اللي عرفاتو هي تونسيه. دونك كتحط ماما 4 حبات تاع بيض مع كاس غير ان دوا تاع سكر مع رشه تاع ملح كون دابيتود نخلطوهم بيان ونزيدو مغرفه تاع لافاني ومغرفه تاع قشور القارص هكذا باش نعطرو مليح خبز الباي تاعنا ولا خبز تونس. نضربو مليح حتى يتحل مليح هذاك السكر في البيض. وبعدها كما راكم تشوفوا كنا حطينا نص كاس تاع زبده زدنالو يعني كملناه هذاك الكاس كملناه بالزيت ورانا نضيفو فيه بالتدريج على هذاك البيض والسكر تاعنا الخليط تاعنا الاولاني نقعدو نخلطو فيهم بيان. وبعد ما يتخلطوا لي مليح حتى يولي خليط كريمي نروح نضيفو كاس تاع مكسرات حنا ضفنا كاوكاو محمص ومرحي يعني المكسرات انتي واش حبيتي سوا لوز ولا جوز ولا واش حبيتي مام كاين الناس اللي يديروا حتى بيمو. وبعدها تضيفي كاس تاع لا شابلور وكيما راكم تشوفوا باكيه تاع خميره كيميائيه تصفيها وضيفيها فوق هذيك لا شابلور تخلطي بيان سور. وكتدبيره يا البنات الخبز تاعكم قبل ما ترحيوه جوزوا عليه بشويه زبده حطوه في الفور تجي فيه يتحمص ويجي فيه بنه واحده اخرى هكذا تكملي تخلطي الخليط تاعك. وان باراليل يا البنات بلا ما ننساو الشربات بيان سور كانت ماما حطت كاس ونص تاع سكر ب3 كيسان تاع ما وبرج تاع قارص تحسبي لهم ربع ساعه من مر ما تغلي وتطفي عليها فوالا. وهنايا رانا نفرغوا في الخليط تاعنا في سنيوه وكنا ديجا وجدنا الكوزينيير سخناها من قبل. بعد ما طيبناها كان هذا هو الشكل النهائي يعني في الاخر. وكان ديجا جوزت عليهم شويه مكسرات من الفوق يعني كي فرغت الخليط تاعها جوزت بالمكسرات فوق الخليط ودرتو يطيب وفوالا دوكا راه يتشرب فيه باينه الشربه تكون بارده ولا الخبز تونس تاعك يكون ديجا سخون فوالا تقسميه وتقدميه يعني جا ما شاء الله ويستاهل فمكم العزيز وبنه ويستاهل انكم تجربوه صدقوني اخواتي يعني جا ما شاء الله. وكما راكم تشوفوا هنا اخواتي بلا غير جا شباب عطيت خليت بنتي تقول لكم على الوصفه. هذا خبز تونس ولا خبز الباي كل واحد باش يسميه. تقدري ديري فيه هذوك تاع الطمينه هذوك اللي الاخرين تاع الطمينه هذوك تاع الالومنيوم يجي الثاني ولا غير سيدنا رمضان. انا كما قلت لكم هذو الوصفات تاع اليوم نوجدهم لكم سيدنا رمضان ولا غير واحد البنه فيه واش نقول لكم. تحبي ديري هنايا من الفوق ديري ديري له المعجون ديري المكسرات لوز ايفيلي انتي واش تحبي ديري له من الفوق تشبحيه اللي هذوك الاخرين تاع لي سوريز هذوك تحطيها من الفوق ثاني تبدل لا كولور. وفوالا حبيباتي كانت هذه هي النهايه تاع الفيديو تاعنا ان شاء الله بحاجه حلوه الله يحل اياماتكم كما ما نقول لكم وشهيتكم في ثمار الجنه كما ما نقول لكم ثاني. ونبقيكم كما على خير ونقول لكم ما تنساوش الدعاء ثم الدعاء لينا ولولادنا المؤمنين وندعوا لخاوتنا اللي راهم يسوفريو ثم في تركيا في سوريا كما ما نقول لكم الله يصبر قلوبنا وقلوبهم. وتبقاو على خير والى فيديوهات ما خير.